موضوع متاع المقال لأنه أعطانا وجه جديد من أوجه الحرب الشعبية اللي سماها هي قبل الحرب الشعبية حرب الأرض. اليوم إيران أعطت طريقة أو تقريبا مبدعة في إدارة حرب شعبية في السماء بإمكانيات بسيطة. كيف يمكن أن تجابه قوة عظيمة؟ وخذت الدرس من فنزويلا باعتبار أنه مادورو كان ينتظر في حرب على الأرض وسلح الشعب، مش هذاك اللي عملته إيران. وخذت الدرس زادة من حرب 13 يوم وين تعرضت لضربات كبيرة وفهمت كيف يمكن أن تجابه هذا الخطر وهذا العدوان. بالتالي ديما نحكيها أنا، من الصعوبة بمكان أنك تحلل الأحداث وهي جارية، من أصعب العمليات. ديما فما بعد لا تتم الأحداث تكون العملية أسهل متاع التحليل وتفهم الوضعيات مليح وتنجم تعطي الأسباب والنتائج والاستتباعات. لكن نحن بما نشاهده الآن هي طريقة جديدة لإدارة حرب شعبية في الهواء في السماء. طريقة معناها مبتكرة، طريقة أثبتت جدواها ونجاعتها، والنتائج المالية أو المادية تؤكد ذلك. لكن أنا باش نمشي لأهم النتائج اللي أهم المالية. النتائج اللي أهم المالية هي النتائج المعنوية، لأنه وحكيت عليها بكري في عطاير، واللي في نهاية تحليل وطارق حكى عليها. ترذيل قوة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية رأي التبعات متاعه ما تنجمش تصلحها بالفلوس، ما تنجمش تدارك خسارة الصورة والهيبة والقوة بأموال ولا باستثمارات وإلا بتمويل عسكري وإلا بإعادة إنتاج برامج متاع صواريخ متطورة وغيره وغيره وغيره. اللي تمس حقيقة في أمريكا في الحرب هذه هي الصورة والهيبة، والمس هذه باش يستتبع عليه تراجع مؤكد لأمريكا. ومنش نحكيه على التراجع الاقتصادي، نحكيه على التراجع الحضاري. لأنه وقت اللي اليوم دول الخليج اللي كانت طول عمرها في تبعية مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتحدث بنبرة تاع استقلالية. اليوم القواعد الأمريكية اللي كانت طول عمرها تعتبر في دول الخليج هي علامة من علامات الأمن والأمان والحماية، أصبحت هي نفسها مجال أو أهداف للعدوان، وتتضرر فيها الدول وتضرر فيها مواطنين الدول هذه وتضرر فيها أراضي الدول هذه. لأنه دول الخليج هذه كل السنوات الفارطة تدفع في الأموال الكثيرة للولايات المتحدة الأمريكية. هي اليوم تنجم في المستقبل حتى كان مش القريب البعيد تستغني عن دفع هذه الأموال اللي في عصر ترامب أصبحت مباشرة، أصبح يأتي بالطائرة ويذهب بالكاش. اليوم نجم بعض الدول ماهيش مجبرة أن تدفع الأموال هذيك بكل بساطة. هذه اللي تكسر عند الولايات المتحدة الأمريكية. وحبيت نعرج كذلك على شخصية المرشد الجديد واللي وكأنه الناجي من الحرب. قتلت العائلة كاملة معناها بالنسبة ليه، هو الناجي الوحيد تقريبا العائلة. لازمك نفهموا شخصية الشخص هذا وكيف معناها سيكون طريقة إدارته للحرب وما بعد الحرب، لأنه مهم جدا. زاد المفاوضات ما بعد الحرب أهم من الحرب، لأنه اليوم تو التحضير للمفاوضات. الحرب تقريبا انتهت وبشكل كبير الملامح الكبرى متاعها واضحة، لكن المفاوضات للأسف نحن في العالم العربي طول عمرنا نخسروا، ما نعرفوش نفاوض. الجانب الفارسي عنده العمق الحضاري ممكن انه يعرف يفاوض خير منا، بل بالعكس هي من اكثر الدول اللي تعرف تفاوض في التاريخ المعاصر. حبيت كذلك نذكر بالخطاب المشفر لدونالد ترامب، اللي المرة الأولى وقت اللي يتقال والثانية والثالثة ولا 4-5 مرات تولي تقريبا الشفرة واضحة. تتذكروا مليح في الأوف كنت أتذكر وقتها قلت عملت تصريح واحد وقال والله رمضان شهر البركة والخير وكذا. قلت لكم يبدو أن الضربة ستكون في رمضان، ما نجمش نقوله في اللايف لأنه معناها توقع. عاود بعد كنت أتذكروا ليلة الضربة قال اقتربنا من توصل الاتفاق مع الجانب الإيراني. في الصباح صارت الضربة، واضحة أنه كانت وقتها باش تصير الضرب. اليوم وقت اللي الخميس الفار زاد حكاية على أنه نحقق في أهدافنا، هنا في الاستوديو قلت راهو
قاعد يبحث عن خطة الخروج. اليوم أعلن نهاية الحرب، الخطاب متاع البارح أعلن نهاية الحرب مش نهاية خطة الخروج، ولكن بين ظفرين. النهاية ذي مش باش يخليها معناها تتعدى بدون دماء ولا بدون خسائر كبيرة، لأنه وقت اللي يقول في إطار متاع سامحني بالفرنسية رولاشمون قاعد يسرب في معطيات وكأنه يخلي الجانب الآخر يتلاشى ولا يتراخى، هو يحضر لضربة كبرى قبل أن يخرج، وهذا يجب الانتباه له. هو أنهى الحرب ولكن سيقوم بضربة أخيرة وستكون ربما مؤلمة. هذا في قراءة الخطاب متاعه. في التفاوض الآن ما هي المحاور الكبرى في التفاوض بين إيران وأمريكا؟ الشروط الإيرانية يظهر لي واضحة، ضمان عدم عودة الحرب، وهذا صعب جدا حتى كان اتفقوا عليه ما هوش بالضرورة الطرف الأمريكي ولا الصهيوني باش يلتزم به. مفاوضات برعاية وسطاء وليس بمفاوضات مباشرة حتى يضمنوا معناها بنود الاتفاق. النووي السلمي سيتم الاحتفاظ بهذا المطلب بالنسبة للإيرانيين. برنامج الصواريخ والمسيرات لا نعتقد أنه إيران معناها ستسلم معناها بكل بساطة في هذا البرنامج. حق المقاومة طبعا، ورفع العقوبات الاقتصادية، وخاصة الملف اللبناني. وأعتقد أنه إيران ربطت كل اتفاقاتها بما معناها باتفاقات مع الجنوب اللبناني ولا بما ما لا يمس من حزب الله. كذلك معناها يلزمنا في إطار التعليق على فقدان الهيبة هذه أنه عودة حزب الله في الجنوب اللبناني معناها بوجه اللي كان عليه قبل اغتيال أمينه العام. كذلك حكينا على أنه المناطق العسكرية ذي ولا القواعد العسكرية أصبحت عبء ومصدر الخطر وليس العدوان. الجانب الآخر كذلك الاقتصادي في النهاية هو فما خطر ينبهوا له تو المحللين في أمريكا، هو إمكانية تراجع الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد العمليات هذه، لأنه تقريبا بعض المصادر تأكد أنه 2 تريليون دولار هي الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسحب بعض أو كل هذا المبلغ من المال معناها من الأسواق الأمريكية تحت حتى معناها بنود القوى القاهرة اللي تنجم تفعلها تو باعتبار الحرب الموجودة، وحتى بفقدان الهيبة حتى بصورة جزئية معناها ينجموا يمشيوا في الاتجاه هذا، يمكن تؤدي إلى نتائج كارثية في الاقتصاد الأمريكي. إذن في النهاية دول الخليج العربي نحن اللي هم زاد يلزمنا نحكيوا عليهم، إذا كان عرفوا يستثمروا في تداعيات ونتائج الحرب هذه بإمكانهم مزيد الانفتاح وبناء علاقات اقتصادية مع غير الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر تنوع كذلك حتى في العلاقات السياسية، لأنه على غرار حرب 2003 وقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية معناها دخلت العراق، وتلك الفراغات سمحت بالتمدد الإيراني في المنطقة. يبدو أنه إذا كان ثم فراغات في القواعد الأمريكية ولا خروج من أمريكي من منطقة الخليج العربي والخليج الفارسي بصفة عامة، يمكن أنه يؤدي إلى معناها تمدد لأدوار أخرى لقوى إقليمية أخرى كما الصين كما روسيا. وبالطبيعة يلزمنا زادة نحكي على الاستتباعات على روسيا، الحرب الروسية الأوكرانية واللي وين نقصد الضغط على روسيا، وين كذلك روسيا ربطت علاقاتها من جديد في إطار بيع النفط والغاز لأوروبا مرة أخرى ورفع الحصار على الغاز. كل هذا يؤكد ما ذهب إليه المقال في تراجع القوى الأمريكية اقتصاديا ولكن خاصة معنويا.